السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي مطبخ الأطلسية. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هادو بعض مقترحات من الوصفات اللي فايت ليا شاركتها معكم، والاهم من ذلك انني جبت لكم كيكه العيد، مكونات بسيطه واقتصاديه وكتوجد في اخر لحظات، ممكن تخلوها حتى ليله العيد وتصايبوها، ومكونات متوفره في كل بيت. تبعوا معنا الفيديو من الاول للاخر باش تعرفوا طريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. اول حاجه كناخذوا واحد الاناء، حبات من البيض، من الافضل يكونوا بدرجه حراره المطبخ، كاس معمر ديال السكر، حبيبات. نخلطوا العناصر جيدا حتى يضاف لنا حجم الخليط. من بعد تنضيفوا نص كاس ديال زيت نباتيه، مع شويه ديال الملح، معلقه كبيره ديال الخل، ومعلقه كبيره ديال مربى المشمش، قشور حامضه اولا برتقال. من بعد تنضيفوا كاس عامر ديال عصير البرتقال. صراحه الخليط تيعطي واحد الكيكه خطيره في المذاق، تجربوها وغادي تردوا عليه في الكومونتير. جوج كيس من خميره كيماويه 8 غرام، اي ما يعادل 16 غرام، غنغربلوهم. من بعد غنضيف تقريبا 3 كيس ديال الدقيق ذو نوعيه جيده من الافضل. نخلطوهم جيدا وحتى نحصلوا على ديك 8 اللي كنوريكم دائما. هذا هو السر ديال الكيك، ما تكونش جاريه وما تكونش قاصحه باش كتنجح معكم. من بعد تناخذوا واحد المول اللي غندخلوا للفرن، كنديروا له ورق الطهي اولا كندهنوه بالزبده اولا الزيت، كنصبوا الخليط ويدينا هازينه من الفوق باش كتهوى. من بعد تنخرجوها تحصلوا على كيكه بحال هذا الشكل، تجي خطيره في المذاق وحتى في الشكل. تنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وتدعموني بالاشتراك وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو قادم ان شاء الله.